هو من امتى احنا بنتصل بالعميل نقول له الو يا فندم مساء الخير، معاك كابتن اوبر، حضرتك كام فرد على الارض؟ في بدايه الفيديو لاخواتك في كل بقاع الارض ان ربنا ينصرهم ويثبتهم. ونرجع نشوف تاني على الخريطه اسم فلسطين، اذكر الله وصلى على النبي، ومن فضلك اعمل لايك للفيديو وتابعني. لو مش متابعني بقول لك ايه، ادخل شوف. عشان اكلمك كده في كام حاجه سريعه. من يومين بالظبط كنت في زهراء المعادي، كانت الدنيا بالليل الساعة 1:30 كده، فكنت عايز أي حاجة تنزلني الجيزة بصراحة، فكنت عامل واجهة. فجالي مشوار بعيد عني بحوالي 2 كيلو، قلت ماشي ما يجراش أروح للعميل 2 كيلو. المهم رحت للعميل، فضلت مستنيه، كان في كافيه كده تحت الكوبري. المهم رحت ولفيت واستنيته وكده. المهم ايه، اول حاجه جالي اتنين، بنت ومامتها، يعني بنت بتاع 17 16 17 سنه، ده هي اللي طالبه الريكوست. ومامتها ممكن تفتح الشنطه، فتحت الشنطه. آه قالت لي استنى في ناس جايه. تمام ماشي، كام فرد يا فندم؟ احنا 4 ومعانا اطفال. تمام ماشي، ما عنديش مشكله مع الاطفال عادي، كانوا 3 اطفال بس عادي. ابص كده على شمالي الاقي خارج من الكافيه 3 كبار و3 صغيرين، وانا معايا 2 في العربيه. ابص لها تاني ارجع لها، فندم هو احنا كام فرد؟ احنا 4. ابص تاني على الشمال، عمال اعد بقى اعد على ايدي، ما انا هو انا غلط ولا انتوا اللي غلط ولا انتوا مش عارفين تعدوا؟ يا فندم احنا كام فرد؟ قلت لها يا فندم انتوا مش 4. قالت لي من ست كده، معلش معلش ده احنا 5. قلت لها لا والله معلش انا اسف، انا 5 كتير وكمان في 3 اطفال، فالموضوع موضوع صعب يعني بصراحه، وانا اصلا لسه عامل عفشه ورا، مش عفشه، لسه مغير مساعدين ورا، فاهم حاجه. فالمهم قامت البنت اللي طالبه الريكوست، على فكره احنا جايين كده. طب يا عميل انا مش ذنبي يا عميل، انت جاي كده مع واحد مأجر عربيه مش خايف عليها، خطيف بقى مش خطيف حياته كده، انا مالي؟ مش معنى لو حضرتك راكبه 7 ولا 8 في العربيه ان كله بتوع اوبر بيقبلوا ان يركبوا نفس العدد. دي مش مشكلتي حضرتك، دي مشكله الكابتن اللي قابل الريكوست. ربنا يرزقه بقى وربنا يعوض عليه في عفشته بعد كده لما يحصل فيها حاجه، عشان دلوقتي اي حاجه في العفشه بفلوس برقم. المهم سيبك من ده كله، يعني انا لوجيك يعني بطريقه، فاهم، بطريقه حلوه وبطريقه مؤدبه، هم شايفهم كلهم ستات فاكيد يعني مش هقل ادبي، مع ان انا جاي 2 كيلو. انا اسف يا فندم مش هقبل الريكوست. قام ترد على بقى ايه، بص بقى، بص رد العميل اللي يحسسك اللي هو اولا هو شريك وفاهم كل حاجه. على فكره البنت الصغيره تقول على فكره انت المفروض كنت تتصل بيا اصلا تعمل معايا كونفirmation. قلت لها نعم، اعمل ايه؟ قالت لي تعمل كونفirmation. قلت لها بجد والله هو المفروض انا اللي اعمل كونفirmation مع حضرتك؟ قالت لي اه. قلت لها ده من امتى ده حضرتك؟ هو انا المفروض اتصل بيك اقول لك انت كام واحد؟ اوبر معروفه يا فندم اللي هي 4، واحد قدام و3 مرزوعين ورا. لا انت المفروض تتصل تاكد عليا. قلت لها ان شاء الله، ممكن بس حضرتك تكنسلي الريكوست؟ قالت لي ما تكنسل انت. هنا بقى ابتدت اعصابي تفلت، بس برضك هم حريم، مش هينفع مش هينفع. قلت لها يا فندم بعد اذنك كنسلي عشان اشوف حالي، الساعه 1:30. قامت البت نافخه، قامت ايه مكنسله. اللي عايز اوصله لك من القصه دي، الاول انا عايز اقول لك ان انا الاول عادي ممكن كنت اركب واحد زياده مثلا، يعني 4 ورا وواحد قدام، عادي ما كانش تفرق. ليه بقى؟ كانت الدنيا لسه فيها خير، كانت القطع الغيار رخيصه، المصنعيات رخيصه، الدنيا حلوه. لكن دلوقتي في عز، هقولها لك تاني، تدني الاسعار، وفي عز ما قطع الغيار غاليه، لا بقيت ارفض طبعا الموضوع دوت بتاتا، بقيت ارفضه خالص. انا ملتزم بالعدد، هتركب معايا انت عدد زياده اطلب عربيتين، مش مشكلتي، ما توفرش على حسابي. فاهم؟ وبعدين اصلا المشوار كمان يعني جاي عادي جدا يعني، واقل من عادي. فهم عايزين يركبوا بتاع 7 ولا 8 ب 80 جنيه. لا حضرتك اطلبي عربيتين، او اطلبي بقى عربيه بقى يجي لك حد تاني بيركب بقى الكلام ده، لكن انا ما فيش مني الكلام ده، ما فيش منه الكلام ده، ما فيش منه. دي حاجه واجهتني في الشغل كنت عايز اوصلها لك، عشان من فضلك انت كمان اعمل كده. لان انا الناس لما بتيجي تركب معايا وانزلها بيقولوا لي على فكره احنا راكبين كده في اوبر واحنا جايين. فبلاش يا كابتن، يعني بلاش نعلي على بعض. خاف على عربيتك وخاف على حاجتك وخاف على نفسك وخاف على كل حاجه. النقطه التانيه ان خلاص اوبر وكريم اندمجوا في قلب بعض.
لو دخلت على كريم هيقول لك الكباتن تنتقل الى اوبر، عشان تعمل في شريك كده تسحبه عشان تعمل دمج ما بين التطبيقين. كده كده انت عملته او ما عملتوش على ما اعتقد، هو اوبر هتعملها لك اجباري يعني. انا عن نفسي ما عملتهاش، بس في ناس في القاهره بدات تجي لها رحلات على اوبر من كريم. اول ما تقبل الريكوست وبتيجي تروح للعميل بيظهر لك العميل من تطبيق كريم. فبص، هي الحته دي هتزود معاك شغل، هتزود معاك عدد مشاوير. كده خلاص يعتبر كريم خرج الابلكيشن نفسه، خرج من السوق. ما تعرفش بقى ايه الاسباب، ما تعرفش هل ما اعرفش يعني، انا مش عارف ايه الاسباب عشان مش عارف. بس كده كريم خرج من السوق خلاص. في شركات تانية بتنزل في السوق، خلي بالك. عندك شركة اسمها زيتس، دي شركة مصرية نزلت في السوق، نزلت في اسكندرية، لسه ما نزلتش في القاهرة. فلو انت مش مسجل فيها ابدأ سجل فيها، عشان لو هتنزل بونص ولا حاجة تقدر تستفاد منها. ده مش اعلان للشركة على فكرة، ما بعملش الحمد لله لحد دلوقتي ما عملتش اعلانات لاي حد، ولو هعمل اعلان لحد هطلع اقول لك يا كابتن انا بعمل اعلان. عارف ليه هقول لك كده؟ لاني اولا انا ما حدش ليه حاجة عندي، ثانيا انا ما بغصبش حد يتفرج عليا. انا كده كده القناه عندي مش كبيره يعني، فيها بتاع 1700. ف... فيعني اللي عايز يتفرج يتفرج، مش عايز يتفرج يتفرج. اللي عنده كلمه حلوه يا جماعه يقولها، اللي ما عندوش يخلي لسانه جوه بقه. ليه بقى؟ لان انت لما تخش تغلط فيها في الكومنتات او تخش تشتمني، انا محترم ومؤدب وابن ناس وكل حاجه جميل، بس صدقني لما الاقيك بتغلط فيها من غير سبب ههينك، ما تزعلش مني، ههينك. يعني كان بيخش لي كام واحد لسه عامل لهم بلوك، عيل تشوفه اصلا تخش تشوف صورته جاي، والله العظيم شكله جاي. المهم بيخش فاهم اللي هو ينتقد، مش الفيديو، هو بينتقد اي حاجه. يعني بينتقد يعني من اسبوع على الفيديو بتاع اوبر اللي انا كنت منزله، يا جماعه الراجل ده قابض من اوبر لما مش عارف كابتن مين وكابتن مين رفضوا يعملوا لهم اعلانات. بعدها بيومين نزلت الفيديو بنتقد اوبر وسياسات اوبر الجديده. مش عاجبك ما تشتغلش. يعني انا بس بوريك بس التناقض من باب الانتقاد فقط لا غير. فانت من فضلك انت، انا راجل بعمل فيديوهات ديت حاجه بتقابلني بطلع اقولها لك. انا ولا مستني منك مقابل ولا مستني من اي حد مقابل. وعلى فكره اللايك اللي انا بطلبه منك، اللايك ده ببلاش، ما يعني ما بيخصمش منك حاجه، ما باخدش منك فلوس. فانت حضرتك حابب تتفرج عليا اهلا وسهلا على دماغي من فوق، مش حابب تتفرج عليا برضك اهلا وسهلا على دماغي من فوق، بس بادب وباحترام. لان زي ما قلت لك، زي ما هقولها لك تاني، هتغلط فيها في الكومنتات ههينك مش هسمع عليك. خلاص بقى، عشان اصل زمن بقى الادب والاحترام، في ناس كده مش هينفع معاهم. فاحترم نفسك وخليك محترم. ليه بقى؟ عشان ما تجيبش التهزيق ليك ولاهلك اللي في البيت. انا بقولها لك بصراحه، لان انا ما بغلطش في حد، ما بشتمش حد، بطلع اقول الكلمتين وبنزل اقول السلام عليكم. انت بقى مشكلتك اللي انا بعمل فيديوهات، او مشكلتك شايفني مثلا ان انا صغير في السن مثلا، او شكلي كيوت مثلا فبطلع. وفي ناس تانية لا يقول لي اصل في ناس تانية بيعملوا. يا عم انا مالي ومال الناس التانية، ما يعملوا يا عم فيديوهات. ان شاء الله مصر كلها تعمل فيديوهات عن مجال النقل الذكي. انا ايه علاقتي بالموضوع؟ ما اللي يعمل يعمل يا جماعه. ربنا يزيد الناس يا عم، ربنا يزيد الناس يا عم. انت عاجبك الفيديو اتفرج عليه، مش عاجبك سكرول او بلوك. انا ما اجبرتكش تتفرج عليا، ما اجبرتكش تشترك عندي في القناه. خليك مع الناس اللي انت بتتفرج عليهم يا عم. بس انا هفضل كده وهفضل اطلع اعمل فيديوهات وهفضل اطلع اقول معلومات. انت حابب تستفاد بالمعلومه حابب، مش حابب في 60,000 سلامه يا عم. بس هو ده اللي انا كنت عايز اوصله يا جماعه، عشان بعد كده انا مش هسمع على حد في الكومنتات. ما دام وصلت لحد هنا اذكر الله وصلى على النبي، وخليك دايما فاكر ان السعي والاجتهاد شيء اساسي في حياتك، وصدقني ربنا هيكرمك. سلام.